البلد كلها مقلوبه والوضع قايد نار يا جماعه، في بركان اتفتح في الكواليس، مصيبه توقف الدم في العروق حصلت وهزت مصر كلها، حاجه بره المنطق البشري، كابوس بدم ابرد من التلج اتخطط له في الضلمه، شخصيه من اكبر رجال الدوله تحول لابليس في ثواني، والاجهزه الامنيه اتحركت بالحديد والنار، والكلبشات طقطقت في الرقاب بدون اي رحمه، لكن الصدمه كانت في السر اللي كشف المستخبي. من غير ما نطول ولا نضيع ثانيه واحده، اربط الحزام حالا وركز معايا في كل كلمه، اسمع التفاصيل المرعبه اللي نازله عليك حالا. اعلاميه وصحفيه مشهوره جدا، بنت طموحه وشغاله في الاعلام وليها اسمها، منفصله عن جوزها واولادها من اكتر من 10 سنين، وعايشه مع بنتها الصغيره جنى. بحكم شغلها في الاعلام كانت بتقابل شخصيات تقيله جدا في الدوله، لحد ما في يوم يا جماعه قابلت شخصيه كباره، راجل واصل جدا وشغال في القضاء. الاعلاميه الكبيره كانت محتاجه منه خدمه او وساطه في موضوع شغل، الراجل اتعامل معاها بمنتهى الشياكه والذوق، لكن في الحقيقه الراجل ده عينه كانت منها واعجب بيها جدا، ومفيش وقت طويل مره عرض عليها الجواز فورا. لكن الصدمه كانت في شروط الجواز ده يا جماعه. الراجل ده قال لها الجواز ده لازم يكون عرفي وفي السر، علشان مراته الاولانيه ما تعرفش وتعمل مشكله، ووعدها ان الموضوع مجرد وقت وهيعلن الجواز رسمي قدام الدنيا كلها. الاعلاميه الكبيره فكرت وقال وماله، ما الراجل كبير ومقامه عالي، غير ان عنده استثمارات خاصه بتجيب له فلوس كويسه جدا. وافقت على الشروط وتم الجواز العرفي. مرت الايام والشهور يا جماعه، والاعلاميه الكبيره بدات تلاحظ حاجه غريبه جدا في الراجل ده. لاحظت ان الراجل ده بيخلف بوعوده مع معظم الناس في شغل استثمارات. بدا يدخل قلبها الشك، قالت لنفسها طالما بيخلف وعده مع الناس ممكن يشتري بيا ويخلف وعده معايا وما يعلنش الجواز رسمي. مش بس كده، الراجل ده كان شخصيه غريبه جدا، بيحب العزله وما بيطيقش يقعد مع اهل الاعلاميه خالص. اول ما اهلها يطبوا البيت يدخل اوضته ويقفل على نفسه بالسرينه. السنين عدت وسنتين كاملين طاروا، والراجل ده لسه ما نفذش كلمه واحده من وعد، لا اعلن الجواز ولا عرف مراته الاولانيه. هنا الاعلاميه الكبيره فاض بيها الكيل، وقفت له وقالت له لحد هنا وبس، لازم نعلن الجواز ده رسمي قدام مصر كلها. لكن الموضوع ما قفش عند مجرد كلام، الشراره الحقيقيه بدات هنا. الاعلاميه قدرت تقع في ايديها دليل تقيل جدا، ورقه ودليل ينزل الراجل ده السجن ويتلف حبل المشنقه حوالين رقبته في قضيه فساد ورشوه كبيره جدا. هنا الموضوع بقى مرعب يا جماعه. الاعلاميه مسكت الراجل ده من ايده اللي بتوجعه، بقت تضغط عليه وتطلب طلبات ماديه تقيله جدا، وبقت تهدده عيني عينك لو ما اعلنتش الجواز ده رسما انا هطلع بالدليل ده وافضحك قدام الدنيا كلها واضيع مستقبلك. الراجل حس ان الارض بتتهز تحت رجليه. الست دي بقت تهديد مباشر لحياته ولسمعته ولمنصبه الكبير في الدوله. ومن هنا يا جماعه ابليس قعد جنبه وبدا يوسوس له، الست دي لازم تختفي من على وش الارض. الراجل قعد يفكر يتخلص منها ازاي من غير ما يلبس. اول فكره جت في دماغه، نعمل لها حادثه عربيه على الطريق، عربيه تطيرها وتبان انها قضاء وقدر بالصدفه. لكن رجع وقال لا، انا مش عايز ادخل حد معايا في اللعبه دي وعايز انفذ بنفسي. فكر في خطه تانية العن واضل، قال انا معايا سلاح شخصي ومرخص اموتها بيه، ولما البوليس يجي اقول كنت بنظف المسدس وطلع طلقه بالغلط قتلت. لكن عقل الراجل ده اشتغل في ثانيه وقال استنى هنا، لو عملت كده البوليس هيحقق ويكتشف انها مراتي عرف، والخبر هينزل في الصحافه والترندات وكل اللي خايف منه هيحصل. يبقى الخطتين دول في الباسبور. لازم خطه ثالثه ما تخرش الميه. وفي شهر رمضان الكريم والراجل خارج يسهر على القهوه، يقابل مين بالصدفه؟ صاحبه من زمان من ايام الشباب والشقاوه، اسمه حسين الغرابلي. حسين ده راجل بتاع اعمال حره واستثمارات، لكن تحقيقات النيابه كشفت ان تجارته كانت في الممنوع والمشروع. وحسين في الفتره دي كان غرقان لشوشته في الديون، مزنوق زنقه جامده قوي هتدخله السجن. قعدوا السهره سوا، كل واحد شايل همه ومصيبته. الراجل لمح في حسين صاحبه نقطه ضعف قتل. حسين بيعبد الجنيه وعنده استعداد يبيع امه عشان قرشين. الراجل قرب منه وقال له كلام بصوت واطي، ايه رايك في 2 مليون جنيه كاش وعقد شقه تمليك باسم؟ حسين عينه برقت وقال له والمقابل ايه؟ رد عليه الراجل ببرود، تساعدني اخلص من مراتي. حسين ما خدش ثانيه تفكير، وافق فورا وبداوا يحطوا خطه الدم. الراجل عرض عليه فكره حادثه العربيه، حسين رفض تماما وقال له صعبه وتفضحنا. حسين اقترح اقتراح اشرس، نستدرجها لشقه من الشقق اللي باسمي ونقتلها وندفنها جوه الشقه. الراجل خاف وقال له لا، الشقه باسمي واي تفتيش هيلبسني. لكن حسين قعد يقنعه، انت راجل قضاء يا باشا ومحدش يقدر يفتشك ولا يقرب لك. اتحركوا سوا عشان يعينوا الشقه اللي هينفذوا فيها الجريمه. لكن لما راحوا الصدمه كانت منتظراهم هناك. المكان مليان كاميرات مراقبه من كل اتجاه، والجيران رايحين جايين وشغالين طول الليل. ايمن قال للراجل المكان ده خطير وهيودينا في داهيه. وهنا جمله الفكره النهائيه اللي تقش القصه كلها. الراجل قال لحسين انا هروح اجر مزرعه بعيد في منطقه مقطوعه لمده سنه، ننفذ فيها وندفنها، وبعد سنه نسيب المزرعه ومحدش هيعرف مكان جسمها ده ابدا. الموضوع ما تمش في يوم وليله، شهر كامل 30 يوم كاملين بيخططوا ويعملوا بروفات للجريمه. قبل التنفيذ بيومين 2 بس راح الراجل وحسين للمزرعه وجابوا فاس ومقاط وحفروا حفره عمقها 3 متر كاملين تحت الارض، واتاكدوا ان الحفره جاهزه لاستقبال الجسم. الجزء الاخطر لسه جاي، ركز معايا في اللي حصل. الراجل عارف ان الاعلاميه غاضبه ومقطعه الكلام معاه، فحب يلعب دور الحمل الوديع. كلمها وقال لها بصوت حنين انا عارف انك زعلان وانا قررت اصالحك واكتب مزرعه كامله باسمك هديه. الاعلاميه طارت من الفرح وقالت اخيرا حقها جه. وبعد كام يوم كلمها تاني وقال لها انا لقيت المزرعه المناسبه وخلصت الورق، وكمان حجزت تذاكر طيران لدبي
دبي عشان نسافر ونسهر وننبسط سوا. سحر الكذب انطلع على الاعلاميه تمام، وقبل ميعاد سفر دبي بيوم واحد الراجل اتصل بيها الصبح بدري وقال لها انا هعدي عليك بالعربيه نتفرج على المزرعه سوا، بس اوعي تقولي لاي حد من اهلك عشان الحسن. الاعلاميه نزلت وركبت معاه ومشيوا في طريق صحراوي مقطوع بعيد عن العين. وصلوا للمزرعه، فتح لهم الباب مين؟ حسين الشريك الخاين. الراجل عرفه للاعلاميه وقال لها ده الوسيط اللي خلص لي بيعه المزرعه. دخلوا الاستراحه جوه عشان السخونه والحر. الاعلاميه قعدت على الكرسي وهي مرتاحه ومطمنه. وفجاه يا جماعه الراجل بص لحسين وقال له بصوت عالي اعمل لنا شاي يا حسين. وهنا كانت الكارثه، كلمه اعمل شاي كانت هي كلمه السر اللي متفقين عليها لضربه الموت. فجاه وبدون اي مقدمات حسين هجم على الاعلاميه من ظهرها ومسك ايديها بمنتهى القسوه. الاعلاميه صرخت، لكن الراجل طلع المسدس الشخصي بتاعه وبدا يضربها بجسم المسدس على وشها وراسها بكل غل وعصبيه. الاعلاميه كانت بتموت بتتعصب وقامت بضوافرها وجسمها بكل قوتها، لكن الوحشين كانوا افرع منها بكتير. فضلوا يضربوا فيها لحد ما الحركه انعدمت تماما واتاكدوا انها ماتت. جابوا قماش وحشوه في بقها وزورها لحد ما يقطعوا النفس الاخير، ولفوا سلاسل وجنازير حديد تقيله حوالين رقبتها وجسمها وايديها، كل ده عشان يضمنوا انها مش هتحرك رمش تاني. سحبوها بره الاستراحه لحد الحفره الملعونه ام 3 متر، رموها جوه الحفره، لكن ابليس ما حطش نقطه للنهايه لسه. الراجل جاب ميه نار حمض كبريتيك مركز وفضوا ازايز ميه النار على وشها وجسمها بطريقه عشوائيه عشان الملامح تتشوه وجسمها يتعفن وتسيح وما يبقى لهاش اي اثر لو حد حفر. ردموا الحفره بالتراب ورجعوا للبيت نظفوا الدم والاثار. الراجل ادى لحسين 300,000 جنيه بس من الحساب وقال له اختفي تماما وما تطلبنيش لحد ما الدنيا تهدى. في نفس الوقت ده يا جماعه اخت الاعلاميه كانت مستنياها في البيت. الاعلاميه قبل ما تنزل الصبح كانت قايله لها حضري الغدا على الساعه 2:30 الظهر، هنيجي انا وجوزي نتغدى سوا. الساعه جت 3 4 5 والاعلاميه ما ظهرتش. تليفونها مقفول وما بيمسكش خالص. بنت الاعلاميه الصغيره جنى اتصلت بابوها وبتعيط يا بابا فين ماما تليفونها مقفول. المصيبه ان الراجل رد على البنت في نفس الوقت اللي كان بيغسل فيه ايده من دم امها وقال للبنت مبروك. مش عارف يا حبيبتي انا كمان بتصل بيها وتليفونها مقفول. بعد كام ساعه الراجل وصل بيت الاعلاميه، لكن هدومه كانت مقرفه، التراب مغطيها وطلع منها ريحه غريبه. اهل الاعلاميه قالوا له ايه ده؟ قال لهم بتمثيليه رخيص، قابلتها واتفرجنا على المزرعه وبعدين نزلت تشتري حاجات وقالت لي هروح لوحدي. عدت 24 ساعه الاعلاميه ملهاش اثر. اهلها قالوا لجوزها انت راجل واصل ومستشار، قوم ادخل معانا نعمل بلاغ باختفاء مراتك. الراجل كان هادي جدا برود يستفز الحجر، وده اللي خلى الشك يدخل قلب اهلها والبوليس. البوليس بدا يتحرك ويعمل تحريات، وحسين الشريك الخاين كان هربان في الساحل الشمالي مستني باقي ال 2 مليون جنيه. لكن حسين عرف بطريقته ان الراجل بيظبط اوراقه عشان يهرب بره مصر ويخلعه. حسين حس بالغدر وقال ده هيكنسلني ومش هيديني الفلوس. عمل ايه حسين؟ جري على القاهره ودخل على اجهزه الامن بنفسه. قال لهم ايه؟ انا شاهد على جريمه قتل الاعلاميه شيماء جمال وجوزها المستشار ايمن هو القاتل. وهنا يا جماعه بنكتشف اسم الاعلاميه وجوزها. وحسين حول القصه لحسبته وقال ده خطفني وحبسني لما شفته بيقتل. البلاغ بقى رسمي، الدنيا اتقلبت في مصر. اجهزه الامن ما خدتش كلام حسين كشاهد بس، البوليس شم ريحه زفره، وفي ثواني معدوده يا جماعه تم رفع الحصانه القضائيه عن ايمن فورا باوامر حسم. ايمن عرف ان الغطا اتكشف، لبس جلابيه خليجي واتنكر وراح على محافظه السويس عشان يهرب بره مصر عن طريق البحر. لكن رجاله الامن كانوا اسرع من الريح، اتقبض عليه في السويس وهو يستعد للهرب. اول ما اتقبض عليه انهار واعترف بكل حاجه وفجر المفاجاه يا جماعه. حسين مش شاهد، حسين شريكه ومخطط معاه ومستلم منه فلوس. النيابه والامن اخدوا القتله وطلعوا على المزرعه، حفروا وطلعوا جسم الاعلاميه شيماء جمال. تفريغ الكاميرات جايب ايمن وحسين وهم بيشتروا الادوات وميه النار من المحلات، وجابهم وهم داخلين المزرعه قبل الجريمه ب 48 ساعه بيحفروا القبر. التقرير الطبي الشرعي نزل زي الصعق، بصمات ايمن وحسين على ملابس وجسم شيماء وانسجه من جلد حسين تحت ضوافر شيماء نتيجه مقاومتها المستميته لحظه القتل. كل الادله اتسدت في وشهم، وبعد محاكمه هزت الراي العام صدر الحكم التاريخي بالحديد والنار، الاعدام للمتهمين الاثنين ايمن وحسين. دي كانت القصه الكامله للجريمه اللي هزت القضاء والراي العام في مصر. ربنا يرحم شيماء جمال ويصبر اهلها وبنتها. ودلوقتي يا جماعه عايز رايكم في التعليقات حالا وبكل صراحه، هل شايفين ان الاعدام كفايه على البشاعه والخيانه دي؟ وازاي الطمع والشر يوصلوا بني ادم انه يخطط شهر كامل لانهاء حياه واحده كانت مراته؟ انا بقرا كل تعليقاتكم بنفسي. دلوقتي انزل فورا نعمل لايك وشير للفيديو عشان التوعيه دي توصل لكل الناس، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كواليس اخطر القضايا الحقيقيه اللي بننشرها. اشوفكم في فيديو جديد وفي قضيه جديده، وسلام.